دلوقتي اهو انا بعد ما قصيت الجزئين الامامي والخلفي هروح حطاهم على بعض كده، وابتدي ان انا هعلم خط النص بتاع البلوزة بتاعتي من فوق عشان خاطر اركب فيه الجزء اللي تحت. هعمل زي علامة كده بالمقص اسمها فورت في نص الموديل بالظبط اهو. يبقى انا كده علمت خط النص عشان خاطر اظبط الكسرات بتاعتي. هبين العلامة عشان ما بانتش قوي. هاجي بقى كده انا من عند خط النص دي في واحدة قدام ومعاها الجيبة اللي قصادها هي اللي هروح ايه مكسراها. وانا مش هعمل كشكشة في كل البلوزة، فهروح جاية من عند المنتصف، هروح ماشية مثلا حوالي 5-6 سنتي واروح عاملة علامة تانية عشان يبقى عارفة ان الجزء ده هو اللي هيتكسر الاول لوحدي في الكورساج قدام وورا، اللي هي المسافة دي اللي ما بين القطعتين. هبتدي ان انا اكسرها كده، وبعد ما اخلص التكسيرة بتاعتها كده وامشي بيها على المكنة ابتدي ان انا البس فيها الجيب. دلوقتي انا هبتدي اكشكش الكم بتاعي، هشيل منه مقدار 5 سنتي وابتدي ان انا اكشكش الباقي كله. يعني قفلت الكم على بعضه اهو، من هنا من اخر الكم هقيس 5 سنتي وهحط زي علامة كده زي فورت ايه صغير. هبتدي ان انا اوسع غرزة المكنة على الاخر خالص واعمل ايه، اروح جايبة الكم بتاعي كده من اول القطعة بتاعت الخياطة اللي انا قطعتها واروح مخيطة بشكل عادي جدا لحد القطعة الناحية التانية. همشي خياطة كده على الطرف لحد الناحية التانية بالشكل ده، لحد القطعة الناحية التانية اهو. ورحت شايلة الايه الكم بتاعي وسبت مساحة كده في الخيط. انا عندي الخيط فتلتين، فتلة فوق وفتلة تحت. هجيب الفتلة اللي تحت اللي هي بتاعت المكوك دي واروح ابتدي ان انا اشد كده واشد بالراحة عشان الكم ما يتقطعش واوزع الشدة، فاصبح ده شكل الكم بتاعي. انا كنت عاملة الكم التاني تمام، هبتدي بقى ان انا ايه اركب. ادي الكم اهو، ادي شكله، فبقى ده شكل البف بتاعي بس بالشكل ده. طيب هبتدي ان انا اجيب الجسم بتاعي. اول حاجة هقفل كتف على كتف زي ما احنا ما متعودين اهو. ادي ظهر هو اللي هيتخيط عليه. اول حاجة هقفل الكتف بتاعي، اضيق بقى الغرزة بتاعتي تاني عشان ايه اشتغل بقى كويس اهو. قفلت الكتف بتاعي اهو، الكتف على الكتف. وهبتدي بقى اجي اركب الكم اللي انا كشكشته اهو. ادي الكم اهو، هروح حاطه الكم بتاعي بالشكل ده. هحاول ان انا اظبط الكشكشه بتاعتي. هو ده بقى الكلام ده يعني كشكشه عشوائيه، فممكن تبقى ناحيه اكبر من ناحيه براحتك، انت عايزه تظبطيهم اظبطي الاول للاخر. هروح جايبه الكم الوش بتاع الكم في الوش بتاع الايه البلوزه وهخيط، وبعد كده اقفل الجنب بتاعي اهو. القياس اهو، القياس بتاعي مظبوط، فهبتدي ان انا اخيط. طيب هخيط من هنا اهو. هبدأ هخيط الكم واقفل الجنب وارجع لكم تاني.
دلوقتي انا خلاص ركبت الكم، عايزه بقى اعمل الاستك. الاستك هتعمليه ازاي؟ هتاخدي مقدار الاستك على ايديكي بالشكل ده، تشوفي انت عايزه الاستك قد ايه. والله انت عايزه توسعي براحتك، ولازم تاخدي حساب الاستك تقصيه على متني كده عشان تقصي الكمين زي بعض. يعني انا هفصله كده اهو، فبقت عندي ادي حته الاستك اهي. لما هلفها هتيجي ايه على ايدي، واخلي الحته التانية عشان خاطر الدراع التاني، عشان الاستك لازم يبقى الدراعين قد بعض. هيتركب ازاي؟ هوسع الغرزه شويه وانا بركب الاستك، وادي الكم بتاعي اهو. انا المفروض اركب الاستكه كلها على الحته دي. قدامك بقى حلين، يا اما تعملي دي كده وتروحي ماده دي كده عند الاخر وتحطي دبوس وتسيبيها تمشي زي ما هي، يا اما انت تشدي بايه بايدك. انا هعمل ايه؟ انا اول حاجه اروح حاطه الاستك كده واروح مثبته غرزه كده خياطه. بس انا ثبت غرزه خياطه، وبعد كده هروح ماده الاستك بتاعي الاخر. هتشدي الاستك جامد قوي كده وتخيط بالشكل ده. فادي الاستك بقى شكل بالشكل ده. بس كده بقى، بصوا بقى بيمط معايا، ولما هاجي احطه على ايدي هيبقى ايه يا دوبك. بعد القفله هبتدي ان انا اروح بقى قافله الاستك كده واقفل الكم بالجسم. لما هاجي هاخده، بصوا كل حاجه مظبوطه بالسنتي. هضيق بقى الغرزه تاني شويه واروح قافله بالشكل ده اهو. افرمط الفرمطوره بتاعتي وابتدي ان انا اقفل الكم بتاعي بالجسم. بصوا خط الخياطه جاي على خط الخياطه ازاي. اهو. طيب انا وريتكم في الفيديو الكسرات اللي احنا هنعملها، واخدنا الفورد على الفورد اهو. ادي القطعه وادي القطعه، اروح مكسراها بالمره اهو. بصوا بقى هكسرها ازاي. انا بقى براحتي، عايزه كسره كبيره عايزه كسره صغيره، انا حر. ولازم اعد الكسرات عشان اللي قدام اعملها زي اللي ورا. يعني دي اهو 3، ادي 4، ادي 5، 6، 7 كسرات اهو. اهو بصوا الشكل عامل ازاي. القلبه بتاعت الكسره مقلوبه لفوق، لان انا مكسره في الكورساج مش مكسره في الجسم اللي تحت. هروح جايبه الظهر اهو. انا برضو نفس الحكايه، انا معلمه الفورتات بتاعتي اهي، برضو نفس الحكايه. اروح حاطه الفورت بتاعي هنا، ابدا من عنده واخيط كده، واروح واخده برضو الايه كسرات. انا عامله 7 يبقى 7. ادي 1 2 3 4. هبتدي بقى بعد ما خلصت الفستان بتاعي، هبتدي ان انا اركب فيه الجيبه. تمام. المفروض ان انا لما هاجي هخيط هروح حاطه وش كده، الوش بتاع الجيبه هحط عليه الوش بتاع الكورساج، يعني الوش في الوش. انا عندي القطعه دي المفروض ان هي هتبقى في ناحيه واحده، وفي القطعه التانية في الناحيه التانية. فالمفروض ان انا ايه بقى اظبط الكسرات بتاعتي. فانا هبدا من هنا من خط الجنب احط الجيبه بتاعتي بالشكل ده. هثبت الاول الجيبه بغرزه تثبيت كده على المكنه بسيطه.
اهو بالشكل ده. هبتدي بقى اعمل ايه؟ شايفين الكسرات اللي في الفستان؟ لازم يبقى في كسرات زيها في الجيبة. هروح تانية الكسرة كده عشان تبقى الكسرة قصاد الكسرة بتاعتها، واروح ايه؟ مخيط. الموضوع ده بقى هو اللي هيبقى رخم شوية عشان تنسقي الايه؟ الكسرات بتاعتك. بكسر طبعا انا الجيبة بتاعتي مش الفستان، فاروح جايبة الجيبة كده واروح مكسرها الكسرة كده زي الفستان، واروح مخيط. حابه انتي تكسري الجيبه بتاعتك الاول وبعدين تركبيها، انتي حره. بالشكل ده اهو. المفروض ان انا هبتدي افضل اكسر الكسره بتاعتي اهي، وتتحط الكسره على الكسره عشان يبقى شكل الفستان متناسق. بصوا في زياده قد ايه في الجيبه، كل الزياده دي بتتكسر معايا وانا ماشيه عشان خاطر في الاخر الجيبه تبقى قد الايه؟ قد الجسم بتاعي اللي فوق. يبقى كده انا مش فاضل لي غير الرقبه ويبقى الفستان بتاعي خلص. هشطبها معاكم دلوقتي بيه. لو انت عايز تعملي سوسته اعملي. دلوقتي هبتدي اقص الشريط بتاع البيه للرقبه. الشريط بيبقى عرضه 3 سنتي او 4 سنتي بالكتير، ده علشان فستان بكتف، فهجيب هقص الشريط طويله كده نفس مقدار الرقبه، عرضها 3 سنتي او 4 سنتي. فانا جيت هنا اهو عند الرقبه، رحت فاتحه حته كتف صغيره اهي عشان ابتدي ان انا اركب منها البيه بتاعي. الشريطه المفروض ان هي تبقى 3 سنتي 4 سنتي بالكتير، لا تبقى اقل ولا اكتر. ممكن اعملها بكذا طريقه. انا ممكن اروح عاملاها كده حته متنيه والوش بتاعها في الوش بتاع الفستان، وهبتدي اخيط، فلما هقلب كده بقت بالشكل ده. يا اما ممكن انا اروح عامله ايه؟ اروح جايبه برضو الوش في الوش كده، وش البيه في وش الفستان، وهروح مخيطه كله. فلما هقلب بقت بالشكل ده اهي من قدام. هاجي بقى من ورا اعمل حاجه اسمها رد البيه. هرده، هروح جايبه دي اروح تانياها نص سنتي كده، وبعدين اروح تانياها بالشكل ده واخيط. لان انا لو عملتها كده ما بقتش نظيفه، فلا بروح جايباها نص سنتي صغنن كده واروح عاملاها وامشي بيها على المكنه واحده واحده هتظبط معايا. فيلا انا هركب البيه، انا هركبه بالطريقه اللي هي دي عشان انا بحبها اكتر في الفساتين بصراحه. هاجي هنا من عند الكتف وهروح لفاها واخيط بالشكل ده. هبتدي اهو ان انا افرد الياقه بتاعتي البيه بتاعي وافرد الفستان بالشكل ده، وامشي على 1 سنتي بس. انا سايبه البيه بتاعي، سايبه الشريط طويل ما قصرتوش لان انا كده كده مفتوح، فهاخد اللي انا عايزاه والباقي ارميه. غير طبعا لو حاجه مقفوله لا بتقصي على قدها بالظبط بالشكل ده اهو. اهو كده خلصت معايا الياقه بتاعتي. فاضل ان انا ايه؟ اقفلها. هجيب اللي هي الناحيه التانية اللي انا سايباها زياده اهي، بالشكل ده. وهروح جايبه بقى الكتف بتاعي ارجع اقفله تاني اهو. كده بقت الرقبه قد بعضيها وده الكتف اهو. اروح راجعه قافله الكتف بتاعي تاني اهو. بصوا الياقه بتاعتي بقت قد بعضها وما فيهاش اي مشاكل. هروح قافله الكتف بتاعي عادي
كده قفلتها اهي، الياقة بتاعتي قفلت الكتف بتاعي، فبقوا الاتنين على بعض اهي. بعد ما ركبت بالشكل ده هنا، دي بصوا خياطة الكتف اهو. فانا لما اجي دايما اركب اي رقبه، اعملوا حسابكم ان انتوا تبداوا من الكتف، ما تبداوش لا من قدام ولا من ورا. طبعا كل ده هيتنضف اوفر في الفستان بتاعي. طيب هسيب بقى دي كده؟ لا، هروح جايه من هنا مثلا، اروح عامله زي خياطه شيمه كده هنا على الطرف بتاع الياقه، فانا وقفتها. طب انت عايزه تداري الياقه خالص، ممكن اروح جايه عامله كده واروح مدخلاها لجوه ومخيطه، فبقت كده الياقه. عايزه تسيبيها كده براحتك، الشكل الجمالي في الاخر انت اللي بتختاريه. وادي الاسوره اهي اتعملت. انا فكيت الاستك التاني ورحت منزله الاستك تحت شويه ورحت شداه ونضفت الاسوره بتاعتي. كده فستان خلص، واشوفكم في فيديو جديد. متنسوش تعملوا لنا لايك وكومنت وشير، وتقولوا لنا لو عايزين اي حاجه تانية تتصور لكم. كانت معاكم صافي هلال من زيزو فاشن.